هذه الأيام ينتشر عند الناس اللون الأحمر والورود الحمراء والهدايا الحمراء، يحتفلون فيما يسمى عيد الحب أو الفالنتاين. ما الذي يحصل في هذا العيد؟ وما المظاهر التي تخالط هذا العيد؟ وما الفجور والفواحش التي تنتشر باسم هذا اليوم أو هذا العيد؟ ومن أين جاء هذا العيد؟ قبل سنوات اللي يذكر لو تسأل الناس في يوم اسمه عيد الحب يضحك عليك. عيد الحب؟ شنو عيد الحب؟ اليوم صار منو اللي يجهل هذا العيد؟ منو اللي يخفى عليه أصلا هذا العيد؟ للأسف الدين بدأ يتغير، الأعياد بدأت تتغير، بدأ يضاف إلى ديننا أشياء جديدة، إلى عاداتنا، إلى ثقافتنا. ما أصل هذا الحب أو هذا اليوم اللي يسمونه عيد الحب؟ وشنو كلمة فالنتاين اللي الناس اليوم ميتة عليها؟ بل شنو قصة هذا الطفل شبه العاري اللي عنده جناحين، اللي بيده قوس ونبل ونشاب؟ هذا الطفل شنو قصته؟ شنو اسمه؟ وليش ارتبط بعيد الحب؟ عشان تعرفون مدى بعد الناس مو بس عن الدين، مو بس عن الأخلاق، حتى عن الواقع. ما يعرفون ايش قاعدين يسوون، يحتفلون بشيء ما يعرفونه. تبون تعرفون القصة الحقيقية لعيد الحب؟ هذه المسكينة اللي حاطة شريطة حمراء واللي معلقة وردة حمراء واللي قاعدة تحتفل بهذا اليوم، المسكينة اللي تدرون شنو قصة عيد الحب؟ عيد الحب أصله وثني، يعني حتى ما كان من ديانة سماوية، ديانة وثنية. عند الرومان الإغريق كانوا يعبدون آلهة، مو إله واحد، آلهة كثيرة. وعندهم إله اسمه إله الحب أو إله الخصوبة كما في بعض الكتب التاريخية. إله الحب منتصف فبراير كان تقرب إليه القرابين. ومبروك عليكم اللي قاعدين يشترون ورود ويحتفلون، مبروك عليكم الإله الجديد إله الحب. حتى قيل أن هذه الصورة، صورة الطفل اللي بجناحين واللي شايل قوس، قيل أنه كان رمزا لإله الحب. الإنسان الطبيعي يحب، لكن في حب حلال وفي حب حرام، في حب مشروع، في حب ممنوع، في حب ممدوح وفي حب مذموم. أما اللي قاعدين يحتفلون بعيد الحب ترى هذا هو أصله. طيب الفالنتاين من وين يجي؟ الفالنتاين في القرن الثالث الميلادي، أواخر القرن الثالث الميلادي، عند الرومان كانت دولة وثنية، وكان في بعض الكنائس والقديسين أو القسيسين النصارى كانوا موجودين. كلاوديوس هذا كان امبراطور يوناني، منع الزواج في ذلك الوقت. منع الزواج ليش؟ لأن كان عنده أن العزاب أقوى في الحروب، فمنعهم من الزواج. وكان هناك قديس اسمه فالنتاين إن صحت الرواية، قد تكون خرافة أصلا. كان في قديس اسمه فالنتاين كان يعقد للناس سرا في الكنيسة، الاثنين بيتزوجون يعقد لهم. فلما اكتشف هذا الملك أسره وسجنه ثم ذبحه. فلأجل فداء لهذا القديس اللي اسمه فالنتاين، فداء لفالنتاين، شوف ايش قاعد يصير عندنا في السالمية وحولي والجابرية ودول الخليج العربي. مصيبة، أحد دول الخليج العربي سنويا يورد إليها من الورود الحمراء 1.4 مليون دولار، كلها ورود حمراء ما شاء الله. ناس قاعدة تموت، ناس قاعدة تموت من الجوع، والناس قاعدة تموت من نقص الدواء، وهذه الورود حمراء. علشان شنو؟ علشان عيون فالنتاين ولسواد عيون هذا القديس، تضحية له. لا، والقضية وثنية، يعني مرتبطة بإله جديد، بإله آخر. جيلنا ايش قاعد يصير فيه؟ بنات وشباب والله يوم كنا في أعمارهم ما كنا نسمع في شيء اسمه عيد حب، ما كنا نعرف. وهل تتوقعون مثل بعض الناس قاعد يكتب لك كتابات يا ليتني قريت عليكم، ليش انتم تمنعون الحب؟ انتم ما تبون حب، وهذا شهر الحب. ما شاء الله عليك، ما تعرف تحب إلا بهالشهر. وإذا كان الإنسان صادق خل يصرف حبه لزوجته، خل الزوجة تحب زوجها. هذا اللي قاعدين الآن الناس تعاني منه، أن جفاء بين العلاقات الزوجية. لكن أغلب، يقول أحد بياعي الورود اسمه جون، ما هو مسلم، يقول أغلب الرواد مراهقين ومراهقات. يقول واحد يرسل حق 5 بنات، كل واحدة يرسل لها هدية ورود وكأنها الحبيبة الوحيدة في حياته. يقولوا في بعض البنات نفس العنوان ونفس الاسم أكثر من شاب يرسل لها بوكيه ورد. مسخرة السالفة. وكل واحد يبي يتعرف على بنات قال لي عيد حب، وكل بنت تبي تتعرف على واحد قالت عيد حب. هذا الأمر عيد الحب يرتبط بعبادة وثنية، إله من دون الله يعبد.
اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه ترى هذه قصة عيد الحب. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.